من أكتر الأكلات شهرة اللي بيتميز بيها المطبخ المصري، سواء بنعمله لبيتنا لأولادنا أو بنعمله لضيوفنا أو حتى بيتعمل في المطاعم والمحلات، وبيتعمل كمان في البلاد العربية. منهم اللي بيحبوا ياكلوه جوه مصر ومنهم اللي اتعلموا الطريقة وبيعملوه برا مصر. وطبعا في المطابخ العربية يعني حاجات مشابهة للمعمر المصري، ولكن هو بيفضل من البراندات الجميلة ومن الأكلات الجميلة اللي احنا في مصر بنتميز بيها. يعني لو نزلت في أرياف مصر وحبوا يكرموك ويوروك كرم الضيافة فعلا بيعملوا لك المعمر المصري ده، لأنه هو من خير الطبيعة ومن خير البيوت الموجودة اللي كانت وما زال في بعض منها عمران بالخير الجميل ده. اللبن الفلاحي والقشطة الفلاحي والرز البلدي والحاجات الجميلة دي. ويشرفنا طبعا ان اصولنا وجذورنا من ارياف مصر. اللي اول مرة يشوفني انا سمية من مطبخ مصر، شرفني اشتراككم وانضمامكم معانا في القناة، ويا ريت كمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وكمان تدعموا الفيديو باللايك. وبعد الصلاة والسلام على رسول الله يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل رز المعمر. انا هحط فيه يعني كذا قطعة لحمة كده، مش هكتر لان مش كل البيت عندي بيحب اللحمة. فاحنا هنعمل اللحمة بنظام ان احنا هنسلقها، هنغلي المية، بعد ما المية تغلي هنحط فيها اللحمة وبعد كده هتطلع يعني شوية من الريم هنبدأ نتخلص منهم. بعد كده هنحط لها بقى مستكة وحبهان وورق لوري بصلة حبة طماطم. وكمان ما ننساش ان احنا نضيف شوية من الملح، وبقية الملح بنضيفهم الاخر علشان اللحمة ما تغيبش معانا في التسوية. هنغطي عليها ونوطي عليها النار تستوي كده على راحتها على نار هادية. وطبعا اللي مش حابب يضيف لحوم مفيش مانع، واللي حابب يضيف حمام مثلا بيبدأ يشوحه الأول وبعد كده بيبدأ يحطه. عندي بقى كمية من الرز المصري، وهتعملي طبعا كمية الرز على حسب أفراد أسرتك أو الحجم اللي انتي عايزة تعملي فيه، صينية كبيرة صينية صغيرة. فأنا يدوب يعني هحط أقل طبعا من الكيلو الرز حوالي كوبايتين بكوباية العيار اللي أنا بعاير بيها. يعني هنعمل كده برام صغير، مش هنعمل حاجة كبيرة. عندي بقى اللبن الفلاحي ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك يا رب لأصحاب اللبن. يعني اللبن اصلا ما شاء الله دسم، فانا هبدأ بقى ان انا يعني اضيف اللبن كده هو طالع من التلاجة على المعمر. ممكن تسيبيه بقى يعني منقوع كده الرز باللبن شوية قبل ما تدخليه الفرن، ولو مستعجلة هتبدأي تضيفيه على طول، ممكن تدفي اللبن بس شوية. تمام كده هنبدأ نحط كمية اللبن. المفروض ان احنا لو بنعاير للرز العادي بنحط لكوباية الرز المصري كوباية من المية. طبعا احنا بما اننا بنعمل معمر فاحنا طبعا هنزود كمية السوائل اللي هي اللبن، وبعدين كمان ممكن نضيف نص كوباية مية. يعني لو حبينا غير اللبن، يعني مثلا لو هنحط كوبايتين رز هنحط لهم 3 لبن ونحط لهم نص كوباية مية، لان مهما حطيتي كمية لبن بتفضل حباية الرز شادة معاكي شوية. اللبن بيشد الرز مش بيرخي، فبنحط نص كوباية المية دي علشان اللبن يبدأ يطر الرز معانا. هنحط طبعا شوية الملح اللي احنا عايزينهم، يعني معلقة ملح تكفي الكمية اللي انا هعملها، وطبعا انت هتحط ملح برضو على حسب طريقة اكلك. بعد كده هحط اللحمة بقى اللي انا طبختها، يعني استوت معايا 90% تقريبا، هبدأ ان انا احطها في المعمر. وبعد كده نبدأ نضيف بقى عليه القشطة او الكريمة او الحاجات التانية اللي احنا هنضيفها. فكده العيار تاني علشان محدش يتلخبط، انا حطيت لكوبايتين الرز 3 كوبايات من اللبن ونص كوباية من المية. بعد كده بقى كمية القشطة اللي هتحطيها ده اختياري، انا طبعا عاملة فيديو تاني للجبنة القريش هنزله ان شاء الله، وده وش اللبن اللي هو بنقول عليه المترقد اللي هنعمل منه الجبنة القريش. يعني القشطة دي مش متسوية على النار ولا هي وش اللبن اللي كنا غاليينه. فهناخد من القشطة دي كمية كده مناسبة ونبدأ ان احنا نحطها. طبعا كل ما زودتي القشطة والحاجات دي بتزودي الدسم، بس بصراحة بيعمل طعم خرافي. انا الحمد لله من الناس المميزة جدا جدا في المعمر، ودايما يعني اي حد ياكل المعمر عندي يقول لي حاسس ان انا يعني لاول مرة باكله. ده مش تشكير ولا حاجة، ولكن بعرفكم يعني ان شاء الله النتيجة معاكم هتطلع مضمونة. عايزة تحطي بقى شوية كمان من القشطة اللي انتي مطلعاها من اللبن المغلي مفيش اي مانع. عندك كريمة لبانية تحط شوية برضو مفيش اي مانع. معلقة سمنة بلدي كمان. ما عندكيش سمنة بلدي عندك زبدة، حابة تحطي زبدة، حابة تحطي معلقة زيت واحدة فقط برضو بتطري كده وبتخليه جميل.
بعد كده القشطة دي بقى انا هحتفظ بيها ان شاء الله، هعمل لكم بيها فيديو تاني هنعمل منها بقى زبدة وسمنة بلدي، وهتشوفوا ان شاء الله الجمال والخير بتاع ارياف مصر. طبعا هنشغل الفرن على درجة حرارة عالية، وانا دايما بحب لما ادخل حاجة من الفخار او البايركس او البورسلين بحطهم في صينية تانية، بحيث ان انا ما بحبش امسكهم مباشر ولا احطهم من الفرن على اي سطح تاني، فبحاول ان الصينية دي تكون موجودة عندي مخصوص للدخول الحاجات اللي زي كده، لضمان ان هي ما تتكسرش معايا او يجي عليها مية او تقع او اي حاجة. فده احتياط يعني. فدخلتها اول ما غلي معايا، ويعني شغلت من فوق ومن تحت، اول ما حسيت ان هو بدأ ياخد لون وردي خفيف من فوق، طفيت الشواية وسبته كده وشغلت المروحة. المهم ان انتي ما تسيبيش شغال من فوق وتحت علشان ما ياخدش معاكي درجة لون غامقة او وشه يتحرق. وفي نفس الوقت لو ما شغلتيش الشواية من الاول ممكن قوي ان هو يشرب اللبن، يعني الرز هيشرب اللبن ومش هيدي اللون بتاع الطبقة اللي فوق ده. فناس كتير كانت تشتكي انها بتحط كمية لبن ومع ذلك ما بيطلعش ليه وش، وده بسبب السبب ده، ان هي لازم ياخد لون واللبن والسوائل لسه فيه كتير. زي ما احنا شايفين ما شاء الله تبارك الله، حاجة مستوية عظمة يعني فعلا، وسايحة وجميلة وطرية، والطعم ولا اروع من كده، يكفي ريحته اصلا من اول ما بيدخل الفرن. في حاجة كمان مهمة حابة انبه ليها، ان هو اول يعني انا بحطه في الرف الاسفل، واول ما بيغلي معايا واحس ان هو منشفش كده، يعني عارفين لما نيجي نطبخ الرز وتحسي ان الرز لسه فيه شوية مية وحبينا بقى نوطي عليه ونسيبه يردد، انا برضو في المعمر بعمل كده. اول ما بحس ان هو السوائل هتبدأ او اللبن هيبدأ ينشف برفعه، يعني بحط الشبكة في اول رف من تحت وبرفعه عليه شوية، بسيبه بقى ياخد بقية تسويته فوق شوية من الرف اللي تحت، على اساس ان هو ما يتحرقش، يستوي ويتلدن على نار اهدى شوية. ده بيقلل النار فبيخليه يتلدن من غير بقى ما تلاقي الطاجن محروق ولا الارضية بتاعته لازقة ولا الكلام ده. يعني تاخدي الطاجن ما شاء الله تطلعي منه المعمر تغسليه ولا كأنك اصلا عملتي فيه حاجة ولا طبختي فيه. طبعا مش قادرة اقول لكم اصلا ان البرام الفخار او الحاجات دي بتكون صحية جدا قد ايه، وكمان بتعمل ريحة وطعم للمعمر بشكل مختلف تماما. اول ما هيدخل معاكي الفرن انتي هتحسي يعني ان الريحة مالية البيت عليكي، وحاجة في منتهى الجمال، حلو قوي في الشتاء. وكمان عشان اللبن بيكون دسم في الشتاء بيبقى هو كمان انتي بتحطيله لبن او بتحطيله القشطة وحاجات كده من الخير الموجود ده، بتحسي ان هو له طعم غير. فعلا لما بتعمليه في الصيف بيكون اللبن دسمه اقل شوية، فبتحسي ان الحبات الرز نفسها بتكون شادة معاكي. بكده يعني اعتقد ان في ناس كتير كانت بتسأل على وشه، فاحنا قلنا على السؤال ده، وكمان على العيار بتاعه علشان يطلع معانا طري، ما يطلعش معانا الحباية بتاعته ناشفة، وتحسي بجمال الاكلة فعلا. اتمنى ان شاء الله ان انتم ما تنسوش تدعموا الفيديو باللايك. الوصفة بتاعتنا خلصت، لكن ان شاء الله فيديوهاتنا ووصفاتنا لسه ما خلصوش، لسه ان شاء الله عندنا حاجات كتير هنقدمها، ولكن منتظرين الدعم منكم، يعني بكلمة حلوة او دعوة حلوة او حتى اللايك، وده كله بنحس ان احنا عملنا حاجة فعلا وقدمنا حاجة مفيدة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.